سيبنا من الفشل وخلينا في النجاح. وبديهي ان الحياه اللي انا هعملها في النجاح مش هكون فاشل. ده باختصار يعني مش عايز تكون فاشل ما تعملش، ما تقصرش في الحاجات اللي احنا هنتفق عليها يعني بالنسبه للنجاح. ايه فكره النجاح؟ فكره النجاح هو ان الواحد يكون مؤثر في حياه الناس. ده اهم نجاح على فكره. ان الواحد فينا يكون مؤثر في حياه الناس وفي تاثير عليهم، مش في اي حاجه ثانيه. ففي 7 شروط لازم يكونوا فيا عشان اكون شخص ناجح. انا مش هطول عليكم عشان عارف الناس منكم في ثالثه ثانوي في ربع ساعه كده يعني. في 7 شروط لازم امشي عليهم نحفظهم كده مع بعض عشان ايه؟ دول اللي هم هيخلوني دايما عايش ناجح. رقم 1 حاجه اسمها الكاريزما. احنا بالنسبه لنا الكاريزما يعني ايه؟ يقول لك ده كاريزما، احنا نظرتنا سطحيه شويه، يعني ظهر شعر اصفر، البنات يعني ملمومه حواليه، هو ده الكاريزما بالنسبه لنا. لا احنا مش قصدنا الكاريزما دي يعني. احنا قصدنا الكاريزما الروحيه. الانسان الكاريزما الناس بتنجذب ليه، شخص جذاب. بس انا بقى مش بنجذب لعينيه والشعر والكلام ده يعني. انا بنجذب للمسيح اللي فيه. فعشان تكون انسان ناجح لازم تكون كاريزما روحيه. هتكون مؤثر ازاي روحيا؟ ان انت نفسك يكون ليك علاقه دايما بربنا. لما يكون ليك علاقه دايما بربنا انت هتكون نفسك عامل زي المغناطيس كده. تبص تلاقي في شخصيات وسطينا زي كده عاملين زي المغناطيس يجذبوا اي حد ليهم كده. ممكن نلاقي مثلا ناس خدام شاطرين خالص وكده يبقى كده عامل زي المغناطيس، كلنا عايزين نتكلم معاه ونحكي معاه ونصاحبه، كلنا عايزين يعني نشوف المسيح اللي جواه. ممكن يكون الشخص ده ابونا، ممكن يكون الشخص ده حد من الخدام، ممكن يكون الشخص ده حد من اصحابي، بس هو مؤثر فيا جدا. اللي احنا بنقول عليه بالبلد كده ايه؟ صورة المسيح يعني. حد صورة المسيح فيه. فعشان تكون ناجح لازم يكون ربنا معاك. فاكرين الآية اللي اتكلمت عن يوسف الصديق؟ كان الرب مع يوسف فكان ربنا نجاح. يعني سر نجاح يوسف مش ان هو كان ذكي، وان هو كان شخصية قوية، وان هو كان بيعرف يفكر، وان هو كان بيعرف يرتب كويس. لا، ده سر نجاحه في الاول وفي الاخر ان هو كان قريب من ربنا. فلانه كان قريب جدا من ربنا نجح في كل مكان. يعني نلاقي ان يوسف دوت كان جوه السجن، يعني واحد خير نفسه تبقى مدمره، سجن ايه اللي هنجح فيه؟ لكن هو كان ماسك في ربنا. فجوه السجن بقى رئيس على الناس اللي في السجن. يعني اختاروه كده مع ساكن المسؤول عن الحراسه في السجن، انت كبير المساجين، انت المسؤول عن اكلهم وشربهم عن مشاكلهم. شفتوا جوه السجن وهو عبد في بيت فوطيفار، حد غير كان نفسيته ايه؟ مدمره. لكن هو لانه كان ماسك في ربنا وهو عبد فوطيفار ده اللي كان منصبه كبير جدا جدا زي رئيس الحرس كده بتاع فرعون، خلاه هو كبير البيت بتاعه. وهو جاب كده لمراته قال لها ده انت جوزك ما يعرفش حاجه في البيت، ده مولينا على كل بيته، ازاي اخد الامانه بتاعته دي؟ هو ناجح ليه؟ لان ربنا كان معاه. فانتوا احفظوها كده، عايز تكون ناجح في كل مكان لازم ربنا يكون معاك. لو ربنا معاك بكره وبعده هتبقى ناجح في شغلك، وهتبقى ناجح في دراستك، وهتبقى ناجح في خدمتك. لو ربنا مش معايا نجاحي في ده كله ملهوش اي لازمه. يعني لو انا وصلت لاعلى المراتب في التعليم بتاعي وفي الشغل بتاعي وربنا مش معايا لازمته ايه؟ ولا ليه اي قيمه. انا قيمتي في ان انا ابين المسيح الحلو اللي جوايا. انتم نور العالم، انتم ملح الارض. ده اكبر نجاح ليا، ان انا ابقى ناجح وابقى مسؤول، بس الناس كلها بتحبني عشان المسيح اللي فيا مش عشان حاجه ثانيه. تفتكروا القصه بتاعت ابونا ميخائيل ابراهيم؟ ابونا ميخائيل ابراهيم ده
قبل ما يبقى كان اسمه برضه ميخائيل افندي يعني. ففي مره من المرات حد غير مسيحي معاه في الشغل كان بيحبه قوي، شايفه انسان امين جدا منضبط جدا، لسانه ما يطلعش منه العيبه، ما يقبلش جنيه رشوه. فهو يعني من حبه ليه قال له انا عايزك تسيب المسيحيه وتيجي عندنا. راح قال له ليه؟ قال له عشان انت فيك كذا وكذا 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 وكذا. قال له اقول لك على سر، سبب الحاجات الحلوه دي كلها المسيح اللي جوايا، المسيح اللي انا بؤمن بيه. لو انا سبت المسيح مش هيبقى فيها الحاجات الحلوه اللي انت معجب فيها دي. فرقم واحد، سر نجاحك دايما ان انت تكون كاريزما روحيه، تكون بتبهر الناس بس بالمسيح اللي فيك، مش بلباقتك، مش بان انت تاكل بعجوه وحلاوه، مش بشياكتك. لا، احنا بنبهر الناس بالمسيح اللي جوانا. فعايز تكون ناجح خليك دايما قريب جدا من المسيح، وافتكر كان الرب مع يوسف فكان رجلا ناجح. دي اول صفه. تاني صفه، لازم يكون فيك حاجه اسمها المبادره. يعني ايه المبادره؟ يعني انت ما تمشيش على طريق اللي سبقوك. يعني طبيعي ان انا لازم امشي على طريق اللي سبقوني، بس ممكن اجي في وقت وانا اعمل ايه؟ ابادر. يعني انتوا عارفين على سبيل المثال مدارس الاحد اللي موجوده لغايه يومنا هذا من حوالي 70-80 سنه كانت بالنسبه لهم دي بدعه في الكنيسه. طلعها واحد اسمه حبيب جرجس، واحد شماس متفتل وما عجبهوش ان الناس كل علاقتها بالكنيسه والناس يوم الاحد والكنيسه بتبقى مقفوله طول الاسبوع. فقال لا، احنا عايزين نربي ولادنا جوه الكنيسه. انا هعمل فكره اسمها فكره مدارس الاحد. وهو بقى اللي ابتدى يعمل كتب ويعمل صوره عليها الدرس واسئله عليها الدروس، وان هو بقى ابتدى يكون مجموعات خدام ويفتقدوا في الكوره ويروحوا البيوت. وعلى فكره اول ما طلعت ياما اتحاربوا من جوه الكنيسه. يعني في اباء كهنه واباء اساقفه ما كانوش جايبينهم خالص. بس هو حبيب جرجس عمل ايه؟ كان مبادر. هو اللي اخذ المبادره. قال لا، انا مش هستمر في الجديد دوت، انا هاخد المبادره وهبادر بنفسي وهاخد خطوه جديده. فانت نفس الكلام، لازم تكون شخص مبادر. الانسان الناجح لازم يكون قلبه جامد، لازم يكون عنده بعد نظر، لازم يبقى عنده رؤيه للمستقبل، لازم يبقى عنده افكار زي ما احنا بنقول خارج الصندوق، مش المألوف والطبيعي اللي احنا متعودين عليه. فانت عشان تكون شخص ناجح لازم تكون شخص مبادر. فالمسيح دايما لازم يكون شخص شجاع ولازم يكون شخص حكيم. كل الشخصيات اللي نجحوا كانوا اشخاص مبادرين. يعني على سبيل المثال كل الاختراعات اللي في الدنيا لولا ان في شخص مبادر ما عجبهوش الحال وقال انا هضيف حاجه جديده، لولا ان الحاجه الجديد موجود. يعني كلكم عارفين مين اللي اخترع المصباح الكهربائي؟ توماس اديسون. تخيل لو توماس اديسون ده ما كانش اخترع المصباح، كان زماننا لغايه دلوقتي عايشين في عصر الجاهليه وما كناش هنجيبكم دلوقتي الساعه 7 نجيبلكم، لان كلنا كنا هنبقى نايمين دلوقتي. الدنيا عندنا كحل واخرنا عايشين في ضلمه، مفيش حاجه اسمها تكييفات، مفيش حاجه اسمها نور بينور كده في الليل. ما هو كل الشراره الاولانيه دي مين اللي اخترعها؟ توماس اديسون. هو اخترع المصباح الكهربائي، وجي ناس بعد كده ايه؟ طوروا بقى من الاختراع، خلوا المصباح الصغير ده حاجه كبيره وينور اماكن ضخمه وكل واحد قال طب تخيلوا بقى، انا مش عارف بقى اسماء المخترعين بصراحه عشان مش متاكد من اسمه عشان ما اقولش اسم غلط يعني. تخيل مثلا المخترع بتاع التليفون ده لو ما كانش اخترع التليفون ابو سلك الطويل ده بتاع زمان، ما كانش هيبقى في كده دلوقتي الموبايل والحديده بتتكلم كده من امريكا وفرنسا لما كان في الدنيا بيتكلمونا. لكن في واحد اخذ مبادره قال لا، انا هخترع طريقه تواصل بين الناس عن بعد عن طريق العلم طبعا. واحد تاني اخترع التلفزيون. يعني احنا لو جبنا واحد من 150 سنه فاتت مثلا ولا 200 سنه وجبناه كده وبص ليه التلفزيون والشاشات دي
مش هيتخيل ابدا ان ممكن في يوم من الايام يحصل كده. او فكره ان الموبايل ده بيتكلم يعني. تخيلوا لو جبنا واحد من بس 150 سنه فاتت، موبايل ايه وتلفزيون ايه والكلام ده كله ايه؟ دول اشخاص كان عندهم مبادره، عشان كده اسمائهم اتخلدت في التاريخ. احنا لغايه دلوقتي زي ما قلنا كلنا نعرف توماس اديسون، وباقي اسماء باقي المخترعين برضه اسمائهم مشهوره، بس انا مش عايز اقول حاجه اسم حد مش متاكد منه، انا مش متاكد من باقي المخترعين مين فيهم اخترع ايه بالظبط يعني. فدي تاني صفه، عايز تكون انسان ناجح لازم يكون عندك مبادره. احنا بكره وبعده لما تبقوا خدام كلكم معانا في الكنيسه، عايزينكم انتوا كمان تبقوا مبدعين ومبادرين في الخدمه. احنا ممكن نكون بنخدم بطريقه جديده مش مناسبه جايه للجيل الحالي. انت بقى بتبتكر خدمه تجيب كل العيال اللي في الشارع بتاع الكنيسه، وتبتكر افكار كده جذابه جدا ليكم. فده شخص مبادر. رقم 3، عشان تكون شخص ناجح لازم يكون عندك حاجه اسمها فن التواصل. يعني ايه فن التواصل؟ اصل مش كلنا بنعرف نتواصل مع بعض. يعني مثلا على سبيل المثال، انا هتخيل مثلا انا ككاهن او اي حد من الكهنه، انت مثلا جيت تعترف عندي وعندك مشكله وتعبان جدا نفسيا، او مثلا قاعدين مع بنت من البنات والبنت دي منهاره في العياط من كتر ما هي مضغوطه نفسيا، وانا ايه طول الوقت انت بتكلمني وانا قاعد ابص على السقف كده مش فاتحين لي التكليف. يا فلان نبعت حد يجيب لنا المره. كمل قالوا كده شوف رسائل الواتس الناس بعتها لي ومش عارف ايه. طب مش عارف يعني طب معلش حد هيك. كل ده اسمه فن تواصل. هتحاول تقعد معايا تاني لو انا عملت كده. لكن التواصل ده فن. ان انت انا بص بقول لكم ده كجلسه اعتراف. لو انت كده تقول له شوف ده مش في الدنيا، ده مش مركز اصلا انا بقول له ايه. ممكن احكي له قصه بدل 10 دقائق يقول لي جمله يبين لي ان هو ما كانش معايا خالص، يقول انت ما سمعتش كل اللي انا حكيته من اول القعده. ده فن تواصل. فانت بقى في اي مجال لازم يكون عندك فن التواصل ده. ان انت لما تتواصل مع حد تكون بكامل تركيزك معاه، وان انت تكون باصص في وشه طول الوقت، مش اللي هو قاعد سرحان. يبقى ده علامه عدم تركيز وعدم تواصل. يعني حتى واحنا بنتكلم دلوقتي لازم ابقى ببص عليك وحكي. لو تخيلوا كده انا بقى كل الكلام انا كاتب كلمتين في الورقه وقاعد اقول، ابص الاقي الناس حاطه راسها على الكلمه ونحسب ومش مركزين. لكن لازم يكون عندك فن التواصل. فن التواصل ده هو اللي بيخلي الناس تحب تتعامل معاك، هو اللي بيخليك كقائد فريق شاطر خالص في ان انت توزع رجال مهمه معينه يمسكها، في ان انت تتكلم بنظره، في ان انت بايماء كده من جسمك ان انت يعني تطلب من حد طلب معين. فلازم يكون عندك فن التواصل ده علشان تكون ناجح. لو عندك فن التواصل ده هتكون ناجح في علاقاتك مع الناس. الناس تحب الشخص اللي بيعرف يهتم بيهم. من علامات الاهتمام زي ما قلت ان انا ابقى مركز معاك، ان انا تبقى عليك، ان انا ابقى متعاطف معاك وانت بتتكلم. فالحاجات دي كلها بتفرق شخص ناجح من غيره. يعني ممكن مثلا على سبيل المثال لما تروح الجامعه ممكن تلاقي استاذ دكتور في الجامعه واخد 25 شهاده علميه ما تحرمش تاخد 10% من اللي هو واخده. فهو كعلم العلم عنده عالي جدا جدا، لكن يكرهك في المال من كتر ما هو ما عندوش فن التواصل ده خالص. يقعد يتكلم ووطي صوته محدش سامعه، باصص في الكتاب طول الوقت عم يقرا قرايه. ازاي؟ ده استاذ دكتور عنده علم، هو عنده ماده علميه ضخمه جدا بس ما عندوش فن التواصل. فانا اسف هو علامه لكنه مش شاطر في التعليم. فممكن تلاقي واحد مش واخد شهاده واحده اللي هو واخدها بس يقف يشرح يبهر كل الناس الموجودين. في ناس مدرسين كده مثلا ممكن تقول ده ممكن يقف يشرح بساعتين ثلاثه ما نسرحش منه ابدا. ما هو ده مش خلاص، لا ده هو شاطر جدا
الشرح، بيعرف يستخدم صوته، امتى يعلي صوته، امتى يوطيه، امتى يتحرك، امتى لما يلاقي الناس تهجد يفصل بحاجه معينه. ده فن في التواصل مع الناس. فانت عشان تكون ناجح لازم يكون عندك فن التواصل مع الناس. هتكون شاطر في علاقاتك بالناس، شاطر تقائد في الفريق بعد كده فريق العمل بتاعك. فمحتاج خالص الملكه دي. رقم 4 حاجه اسمها الامانه والالتزام. لازم تكون امين. الانسان الامين بيفضلوه عن الانسان الشاطر. يعني على سبيل المثال لو انت عندك شركه او عندك مصنع، تختار مين من الاثنين؟ واحد في الشغل يعني مش شاطر قوي بس امين جدا، ولا واحد شاطر موت في الشغلانه بس حرامي؟ تختار مين فيهم؟ اكيد طبعا مش هتختار الحرام. تعمل له شطاره ايه شطاره تعمل له؟ هينصب عليا. لا ملوش، انا مش عايز بقى خالص. انا عايز واحد اصبر عليه واعلمه بس يبقى امين. فانت تعلم ان انت عشان تكون ناجح لازم تكون امين. امين في كل حاجه. امين في علاقاتك بالناس، امين على اموال الناس، امين في اي شغل تشتغله كأنه شغلك انت شخصيا وتكون امين فيه. تتعامل كصاحب الشيء مش كواحد عبد واجير. وتكون انسان ملتزم، لان عدم التزامك ده برضه مش هيخليك ناجح في حياتك. اي انسان ناجح ملتزم جدا. يعني عايز اقول لكم على حاجه، ايه اللي يفرقنا احنا عن اي واحد تاني حقق نجاحات ضخمه جدا في حياته؟ ما هو خلي بالكم، هو خد 24 ساعه وانا خدت 24 ساعه. هو ال 24 ساعه دي ما ضيعش ثانيه. عنده رؤيه، عنده خطه بيمشي عليها، شاطر في المتابعه، حازم جدا مع نفسه، فبيحقق نجاحات مبهره. انما احنا بقى تعال نشوف يومنا 12 ساعه نوم، 4 ساعات ماتش بالسداد التحليه بتاعته، 4 ساعات مقضينها مع الاصحاب. هو ده اليوم بتاعنا. قديمنا كل واحد فينا عاش مجموعه سنين ولا عمل اي حاجه عدة في حياته. عايش كده كما قوم العاده زي ما بيقولوا يعني. ما هم نفس ال 24 ساعه. لكن لا، في حد امين جدا في الوقت وملتزم جدا، اللي هي فكره مفتدين الوقت لان الايام شريره. لو انت انسان امين وملتزم تفتدي الوقت هتبقى ناجح جدا في حياتك. يبقى 2 طلبه يجي ليله الامتحان، واحد فيهم مكفل الماده مره واثنين وثلاثه و10 وحالل بدل الامتحان العام 20 30 50 امتحان، والتاني لسه عم يدور يقرا لاول مره عشان يذاكرها ليله الامتحان. كمان انت خدت سنه وده خد سنه ونفس التوقيت. لكن في واحد عارف يعمل ايه؟ يستغل كل دقيقه في وقته، وفي واحد تاني نايم في الخط فما وصلش لاي حاجه خالص. راجع ال4 دي تاني ودول اخر 3 تانيين. اول حاجه الكاريزما، قلنا الكاريزما الروحيه، المسيح اللي فيا. رقم 2 المبادره، برافو عليكم. رقم 3 التواصل، شاطرين مع الناس كده. رقم 4 الالتزام والامان، برافو عليكم. رقم 5 بقى حاجه اسمها المثابره. يعني ايه المثابره؟ يعني انا ما اتوقعش ان من اول مره هتبقى بيرفكت في الحاجه. يعني طبيعي انت مثلا بتتعلم السواقه، مش منطقي ان اول مره تحط رجلك في عربيه في حياتك هتطلع على الجسر في الطريق السريع وتسوق ومش هتغلط ولا مستحيل. طبيعي ان انت هتبقى في اول ما تشتغل العربيه وتروح تخاف وتترعب ولو مش عارف ايه ممكن تخبطها مره ولا 2، ممكن تكسر كده كام حد تبقى يعني هتخلص عليهم لما راحنا الله ينقذهم منك. ده طبيعي. لو كل واحد يجي يتعلم السواقه وقال لا يا عم انا ماليش في السواقه ده انا هجيب لنفسي مصيبه، محدش خلاص كان ساكت. صح ولا غلط؟ نفس الكلام في كل حاجه. يعني احنا قلنا من شويه المثل بتاع توماس اديسون، بيقال ان هو فشل في 999 محاوله ورقم 1000 هي اللي نجح فيها واكتشف فيها مصباح الكهرباء. تخيل لو توماس اديسون ده من
ثابت ان انا احاول مره واثنين وثلاثه وعشره و20 و50 و100 لغايه ما اوصل اللي انا عايزه. تخيل واحد كده ايه تخين شويه وعايز يخس، فيعمل ايه؟ من اول كده عمل كده اول اسبوع دايت، يعني انا ما حسيتش حاجه خلاص انا بره دايت ولا كلام فاضي انا مش نافع. لا، لازم نحاول مره واثنين و10 و20 و100 لغايه لما يفضل ينجح ويخس فعلا. حتى في الامتحانات بتاعتنا ممكن انا مثلا ابقى بذاكر وعامل نفسي انا عملت اللي عليا، اروح امتحن امتحان ابص الاقي نفسي مثلا جايب 15 من 30. يعني انا بعمل ايه طيب؟ انا دي ذاكرت طيب وجايب مجموع كويس، ما تزعلش. المره الجايه كنت 17، اللي بعدها 20، اللي بعدها 25 وهكذا لغايه ما هتوصل لوقت انت بتجيب 30 من 30. بس انت خلي عندك مثال، شوف ايه اللي خلاك جبت 15. هتقول انا في حاجات ما ركزتش في حفظها كويس، خلاص يبقى هحفظ. طب في حاجات جات لي من بره المصادره بتاعت الاستاذ مثلا، فمحتاج ان انا اذاكر من كتاب المدرسه، محتاج اذاكر من كتاب خارجي. اشوف نفسي ان انا اطور من نفسي ازاي باستمرار. فانتوا قيسوا دي بقى على كل حاجه. الانسان الناجح عنده مثابره. اوعى تفتكر النجاح ده بيجي كده بالفعل ولا كده. هو متعود تجربه والدنيا ايه؟ ماشيه في الدور زي السكينه في الشتوء زي ما بيقولوا. لا طبعا. اي حد نجح ياما حفر في الصخر عشان يوصل اللي هو وصل له. فلازم تبقى مستعد لكده، ما تحبطش. ممكن واحد يروح يشتغل شغلانه واثنين وثلاثه وعشره وما يبقاش ناجح فيه، وفي الاخر يتوظف صح ويتحط في المكان الصح ويبقى ناجح جدا فيه في المجال اللي هو راح له في الاخر. فرقم 5 صفه المثابره. انا طولت عليكم باقي خطوتين بسرعه خالص هناخدهم. رقم 6 الكفاءه. لازم برضه تكون انسان كفء. واحنا قلنا لما يكون عندك اثنين، واحد امين وواحد حرامي، هتختار الامين. بس لو الامين ده مش قابل يتعلم، هصبر عليه شهر 2 3 4 واقول له يا ابني انت انا بجد متضايق اني هسيبك بس انا اسف. انا عايز حد برضه يعمل لي شغلي. عايز حد يبقى شغلي، انت مش قادر تتعلم. فلازم برضه ان انا اكون كفء. عشان اكون ناجح لازم اتفوق في المجال اللي انا بشتغل فيه. وعشان كده من الاول لازم اشتغل في المجال انا بحبه، مجال مناسب للهوايات بتاعتي وللمواهب بتاعتي من الاول عشان انجح فيه. ما ادخلش الكليه والسلام عشان المجموع هو اللي جابها لي. حتى لو حصل كده لما تيجي تشتغل اشتغل في المجال اللي انت بتحبه. مفيش اي شغل عيب مهما كان اسم الشغل دوت، بس اشتغل في الشغل اللي انت بتحبه واللي انت مؤهل تتماشى معاه. فلازم عشان تكون ناجح لازم تكون كفء. والكفاءة دي مش بتيجي في يوم وليلة. لازم يكون عندي مثابرة، ولازم يكون عندي أمانة، ولازم أجرب مرة واثنين وعشرة واخد كورسات وأتعلم من ده وأتعلم من ده وهكذا. رقم 7 والأخيرة، عشان أكون ناجح لازم يبقى عندي ثقة بنفسي. لازم يكون عندك ثقة بنفسك. ما ينفعش مع أول مرة تاني مرة تحبط وأنا عمري ما هنجح وأنا فاشل وأنا يئست من حياتي وأنا. لا، لازم تبقى واثق في نفسك. الثقة بالنفس والمثابرة هما اللي بيواجهوا بعض. يعني الإنسان المثابر ده معناه إن هو حد واثق في نفسه. لا أنا هنجح، لا المرة الجاية هتصيب معايا، هنحاول تاني. لكن الشخص يعني اللي عنده ثقة بالنفس لا عايز يتعلم ولا عايز يبان ولا عايز يعمل اي حاجه خالص. فعلشان تنجح لازم يبقى عندك ثقه في ربنا طبعا وثقه في نفسك. ودول ال7 حاجات اللي احنا قلنا عليهم اساسيات النجاح. الفشل ده هو اللي ما عندوش ال7 حاجات. انا ال7 حاجات دول غايبين عن دماغي فسايب الدنيا كله قدامنا، فطبيعي اكون حياتي فاشل في كل حاجه. نراجع ال7 حاجات. رقم 1 الكاريزما الروحية. رقم 2 المبادرة. رقم 3 فن التواصل. رقم 4 الأمانة. رقم 5 المثابرة. برافو، تكلموا لما بتقولوا كده بالذاكرة مش عارف. برافو عليكم. رقم 6 الكفاءة. تمام. ورقم 7 الثقة
صفر